آخر مستعمرة في قارة إفريقيا يتشبث بتحريرها الأفارقة وكل مناهضي الاحتلال حيثما كان. هذه المرة من دول البريكس، حيث اجتمع نواب وزراء خارجيتها والمبعوثون الخاصون عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فبحثوا عمليات السلام هناك وسبل إرسائها، لتتصدر القضية الصحراوية اللقاء المنعقد في كيب تاون الجنوب إفريقية. وهناك على الدعم الكامل من بريكس لمهمة بعثة المينورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. زملائي، على بريكس أن تعطي الأولوية للسلام الإقليمي والقاري والاستقرار والأمن والتنمية، باعتبارها المكونات الرئيسية نحو المساهمة في نظام عالمي سلمي وعادل مستدام قائم على القانون الدولي. وبهذا الصدد يجب علينا دعم حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين بخصوص الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وبناء على ذلك يجب أن نعرب عن دعمنا للتنفيذ الكامل لتفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. استفتاء الصحراويين حول تقرير مصيرهم يعده المجتمعون في كيب تاون سبيلاً وحيداً لحل واحدة من مشاكل الاحتلال في القارة والعالم. ينبغي حل الأزمات الإقليمية حصرياً من خلال الحوار السياسي والدبلوماسي القائم على الاحترام غير المشروط لاستقلال جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسلامة أراضيها وسيادتها. حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلال باقي أراضيه المحتلة ليس قضية الصحراويين وحدهم، بل تعداهم ليشغل المنظمات الإقليمية والدولية الساعية عبر دعم تطبيق القرارات الأممية لإنهاء كافة أشكال الاحتلال.